بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل القرص الفلاحي الطرية. هنعملها بالزبادي. احنا بنعملها قبل كده باللبن العادي او باللبن الرايب. بس النهاردة ان شاء الله هنعملها بالزبادي. هتلاقي ريحتها وطعمها جميل جدا. هو بصراحة انا كان عندي يعني كمية من الزبادي يعني باقية. فحبيت قلت أعمل بها إيه، أستغلها وأعمل بيها قرص طرية وأجرب وأشوف يعني التجربة يعني هتعمل إيه بدل ما أرميها أو مثلا مش هتتاكل. فعملت بها القرص الطرية وبجد والله النتيجة كانت تحفة خرافة يعني. قرص جميلة وطرية. وأنا عاملاها في فرن البوتاجاز ومع ذلك مش ناشفة ولا أي حاجة خالص. وريحتها جميلة جدا جدا جدا، أحسن من اللبن الرايب وأحسن من اللبن اللي هو الحليب كمان. وطرية جدا، وتعينيها في الفريزر وبتطلعيها كأنها لسه طالعة من الفرن دلوقتي. جميلة برضو، وممكن تسخنيها على فرن البوتاجاز. حلوة أوي أوي أوي. وطعمها جميل. ممكن تاكليها في فطار أو في عشاء مع جبنة وشاي. يعني بصراحة جميلة أوي. احنا يعني كلنا منها اللي كلناه والباقي عنده في الفريزر، ومع ذلك بتطلع كأنها لسه معمولة دلوقتي. وجميلة أوي. والزبادي ادت لها ايه، خلتها طرية كده وادت لها طراوة وطعم وريحة جميلة جدا جدا. بجد تفرق كتير عن القرص بتاعت الأفران. تعالوا إن شاء الله بإذن الله. هنشوف المقادير وهنشوف عملناها إزاي بإذن الله. الأول إحنا هنجيب كيلو دقيق. طبعا إحنا نخلينه. وإيه لازم يكون منخول على أساس لو في أي حاجة، لأن أنا بجيب دقيق اللي هو بالكيلو، الدقيق السايب. فلازم ننخله كويس. وبعد ما نخلناه حطيت عليه باكو بيكنج باودر ومعلقه كبيره سكر. يبقى باكو بيكنج باودر. احنا طبعا عشان هناكل بها جبنه فما كترتش السكر. اما لو هحط فيها عجوه او هتبقى مسكره بقى يعني ممكن نكتر السكر شويه. فانا حطيت معلقه واحده سكر ونص معلقه ملح ونص معلقه ملح. وباكو خميره، باكو خميره فوريه. يبقى الكيلو الدقيق حطيت عليه باكو بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر، نص معلقه ملح، باكو خميره فوريه، ومعلقتين سمسم اللي هو السمسم المحمص، اللي هو بيجي اللي هو الاحمر المحمص ده. او لو هتجيبي الابيض ممكن تحمصيه بقى في معلقه سمنه كده على البوتاجاز. وهننزل بكوبايه سمنه على زيت، وهننزل بكوبايه سمنه على زيت. يبقى دي كل مقادير القرص اللي هنعملها النهارده. وطبعا بقى الزبادي هي بقى يعني ايه اللي هنعجن بيها. يبقى احنا كده المقادير كلها خلصت. نزلنا بالبيكنج باودر والخميره والملح والسكر. والكيلو الدقيق بياخد كوبايه سمنه على زيت في القرص الطريه. يبقى كده خلاص مقاديرنا كلها خلصت، ونزلنا بكوباية السمنة على الزيت. هنقعد بقى ايه نبسها كده على اساس ان الدقيق كله يتشرب بالسمنة. ما يبقاش يعني هنقعد نبسه لحد ما يبقى زي الرملة المبلولة كده يعني. لحد لما يشرب كله من السمنة، على اساس ما تبقاش حتة مثلا فيها والباقي دقيق ناشف. لا، يبقى كله يشرب من السمنة وكله يتبس مع بعض. وبعدين زي ما انتم شايفين بقى البولة الكبيرة دي اللي فيها الزبادي. انا كان بقى عندنا كمية زبادي كبيرة، فانا فرختها في البولة وقلت بقى ايه، بدل مش هتتاكل قبل ما صلاحيتها تنتهي نعجن بها قرص. وبجد كانت جميلة جدا 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 والله. يعني لو جربتوها بالزبادي هتبقى حلوة قوي. طبعا لو انتوا بتعملوا زبادي في البيت ممكن تعملي بها يعني القرص، لان طبعا الزبادي غالية الايام دي يعني قوي ومكلفة. فلو عندك كمية زبادي أو لو أنت تعمليها في البيت هتوفري برضو ممكن تعجني بها قرص. بعد كده بقى بعد لما بسيت الدقيق بالسمنة والزيت وشربه، هبدأ بقى أنزل بإيه، بالزبادي. واحدة واحدة كده على أساس أشوف إن الدقيق يعني ممكن تكون الزبادي تبقى كتيرة فيبقى العجينة ده يعني إيه طرية قوي. لا، إحنا هنشوف هنحط واحدة واحدة لحد لما نشوف الدقيق هياخد مننا إيه. بس هو لما حطيت الكمية الأولانية حسيت إن هو هياخد كمية الزبادي كلها، والحمد لله خدها. ما زودتش مية ولا زودت لبن ولا أي حاجة. يعني الكيلو خد كمية الزبادي الموجودة. هما يعني كانوا في حدود 5 علب من الزبادي الكبار، 5 علب كبار. ده بقول لكم ده العيار. وعجنت بقى انا كنت قفلت الكاميرا
وقعدت أعجن فيها كويس علشان أعرف إن أنا أعجنها براحتي، لإن إيه مش باعرف أعجن كده يعني والكم بيبقى مضايقني شوية. والعجينة بسم الله ما شاء الله ناعمة خالص واتخدمت كويس، أنا خدمتها كويس وعجنتها كتير خالص. يعني العجينة بسم الله ما شاء الله عاملة زي الملبن. وريحتها بقى تشميها الريحة إيه، تحفة. ريحة الزبادي فيها جميلة جدا، أحلى كمان من اللبن الرايب واللبن الحليب. جربوها والله مش هتندموا، هتدعوا لي بإذن الله. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين العجينة طبعا جميلة خالص اهي، وطرية ولينة. هنبدأ بقى نظبطها كده ونغطيها ونسيبها تخمر. طبعا بما اننا بقى عدنا في الحر، بتاخد لها في حدود نص ساعة أو ساعة إلا ربع أو ساعة بالكتير يعني، على أساس برضو إن هي تكون خمرت ويعني وشبعت من الخمر، يعني ما لازم تكون خمرانة كويس. وبعد كده بقى تسيبيها في الصواني برضو تخمر براحتها. ودلوقتي بقى بعد ما سبتها في حدود ساعة أو أقل شوية، كانت خمرت كويس خالص. فجبت بقى الصينية، طبعا بما إن هي القرص يعني فيها سمنة وكده، فمتحتاجش إنك ترش يعني تحطي تحتها دقيق أو حاجة، لا عادي خلاص خالص يعني، هي مش بتلزق ولا حاجة. هنبدأ بقى إيه نشكلها أو نقرصها قد البضاية كده، قد البضاية يعني، لا ماهيش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني قد البضاية كده. وبعدين بقى لما هنشكلها هقعد بقى يعني اشكلها انا بقى لوحدي، واسيب عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي، لان هي هتاخد وقت كبير قوي عما الكميه دي كلها اقرصها يعني. هي عملت في حدود كده 50 قرصه، 50 قرصايه كده او 45 قرصايه. يعني الكيلو الدقيق عمل في حدود 45 قرصه. دلوقتي بقى انا خلاص قرصتها. هبدأ بقى اغطيها عشان وشها ما ينشفش، واجيب بقى الصينية وابدأ بقى ايه ابطط. انا طبعا لسه ما ولعتش الفرن لحد لما ايه شوفوا انا بوريكم السمك بتاع القرص، بوريكم سمكها، يعني ما تبقاش تخليهاش ان هي تكون مفرودة قوي تنشف منك في الفرن، وما تخليهاش تبقى تخينة قوي على اساس ان انت لما تيجي تسويها ما تبقاش من جوه عجين، يعني تخليها السمك اللي انت شايفاه ده في حدود ايه نص سنتي كده، ما تخليهاش اكتر من كده، على اساس ان هي لو مفروده قوي هتنشف، لو هي تخينه قوي هتبقى ايه من جوه عجين. وبعدين بقى هنبططها كلها في الصواني. وبعدين لما تبططيها بقى تبدأي تولعي الفرن بياخد له في حدود 10 دقايق عما يسخن. هتكون هي طبعا ايه يعني خمرت كمان في الصينية، ولأن احنا عدنا في الحر، وهتبقى يعني هتبقى ارتاحت كده بما فيه الكفاية. طبعا هي خمرانة قبل كده، بس تسيبيها كمان، يا ريت تسيبيها كمان تخمر في الصينية تطلع معاكي تحفة زي بتاع الأفران وأحسن. ودلوقتي بقى انا ولعت الفرن ودخلت الصينية، واهي القرص بسم الله ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن. دي اول صينية طلعتها. طبعا انا ما يعني بحاول ان انا اسعف في الفيديو عشان ما اطولش عليكم وما تملوش. ودي القرص بعد ما طلعت من الفرن والله طرية جدا، ريحتها تحفة. بسم الله ما شاء الله، حمرة من فوق ومن تحت، وهشة وخفيفة خالص، ومن جوه يعني طرية جدا، ريحتها جميلة. يعني بسم الله ما شاء الله جميلة خالص. يعني جربوها بالطريقة ديت وهتدعوا لي والله. يعني هي طبعا القرص الطرية لا لها كام طريقة، بس يعني الطريقة ديت عجبتني قوي قوي. وطبعا ممكن تعمليها باللبن الرايب وممكن تعمليها باللبن الحليب براحتك يعني، بس انت تعملي المتوفر عندك او الحاجة اللي عندك اللي انت عايزة تعملي بيها، فمش فارقة في حاجة. بس هي طالعة جميلة خالص وهشة وريحتها حلوة وطرية، يعني قرص جميلة جدا جدا جدا. وطبعا بقى تنفع في الفطار مع جبنة بيضة قديمة، أو في العشاء مع كوباية شاي كده، مع جبنة وكوباية شاي. طبعا يعني مية مية والله، وطعمها جميل وريحتها جميلة جدا. وكيلو واحد دقيق، يعني الكيلو الدقيق ب20 جنيه. عمل بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة جدا يعني. هي طبعا في الأفران الكيلو ب50 جنيه، يعني هتفرق كتير. هي عملت فيما لا يقل عن 2 كيلو زيادة، يعني بسم الله ما شاء الله. وجميلة طبعا وانت عاملاها بإيدك، حاجة نظافة وجميلة. يعني انت ضمناها، وانت ضامنة اللبن وضامنة الزبادي وضامنة الدقيق وكل حاجة، انت عاملاها بمزاجك وبراحتك. طبعا حاجة نظيفة وحاجة جميلة جدا من الآخر. الكيلو الدقيق شوفوا عمل عندنا كمية كبيرة قد ايه، جميلة جدا.
بألف هنا وشفا. طبعا بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي بقى في الكومنتات بتتابعوني من أي بلد. طبعا أنا متشرفة بيكم جدا وسعيدة بوجودكم معايا والله، وربنا يا رب ما يحرمناش من بعض أبدا. إن شاء الله دايما نحاول نقدم لكم الجديد ونقدم لكم أحسن حاجة بإذن الله. وتقولوا لي بقى إيه رأيكم فيها. بجد بجد لو عملتوها بالطريقة دي هتدعوا لي. وبألف هنا وشفا، ومع ألف 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 سلامة.